شحال هادي كانت العائله هي اللي كتفرق الورد، ماشي الورد اللي كيفرق العائله. وكيف كنعرفوا طمع طاعون كيعمي البصيره وكيكحل القلوب. الله ينجينا وينجيكم من داك بنادم الطماع اللي الشيطان ساكن في قلبه ومربع. اي حاجه كيزينها ليه وكيقول لي غير كمل، هذيك هي الطريق الصحيحه. ونسى اولا تغافل باللي الورد كان يدوم، كون دام المولاه اللي مشى وخلاه. شحال ضرب عليه ديال تماره وشحال قاسى عليه، في الاخر دا غير كفن وشبر وربعه الصبعان. هادشي علاش خاصك تضرب حساب لهاد اللحظه، حيت ضروري ما غادي يجي النهار اللي حتى انت غادي دي معاك غير كفن وربعه الصبعان. ما غينفعك ورد، ما غينفعك فلوس، غير الاعمال الحسنه اللي درتي هادشي اللي غادي تلقى. وبلا ما نطول عليكم ناخذ شي بلاصه ترونكيل، شي كويس القهوه ولا كويس اتاي وما فيها باس، لكننا كنقضيو في الاغراض ديالنا. غير نتابعوا ونركزوا مزيان مع التفاصيل ديال القضيه ديالنا اليوم. القضيه ديالنا اليوم غادي تردنا للوراء، وبالضبط سنه 2010 في الاربعه الغرب، عند الحاج ابراهيم اولا السي ابراهيم. السي ابراهيم كيتعتبر من الاغنياء ديال ديك المنطقه حكم الاراضي الكبيره اللي عنده، وكذلك البهيم اللي كيستثمر فيهم. السي ابراهيم رزق الله بثلاثه الوليدات وبنيه، كبرهم كراهم شويه الحمد لله، عاشوا وياهم بخير كيعاونوه في الارض ديالو وعايشين هما وياه معززين مكرمين. الحاج ابراهيم غادي يزوج الابنه ديالو وغادي يصيفطها خارج المغرب باش تلتحق بالزوج ديالها. وهنا الحمد لله من بعد ما زوج بنته وطمن على وليداته جا الاجل ديالو. السي ابراهيم وفاته المنيه ومشى عند اللي خلقو. هنا اول حاجه غيديروا الخوت ما بيناتهم هي غيقسموا الورد، كل واحد غادي ياخذ شنو اللي جا، الا الاخ الاكبر اللي غيبقى ساكن في الدار ديال الوالدين، وخوتو كل واحد غياخذ ارض وغيبني الدار ديالو وغادي يتزوجوا، كل غيتزوج ويدير وليداته. الا الاخ الاكبر اللي غنعطيوه دريس ما تزوج، ما دار حتى شي حاجه في حياته، كان مقابل غير الخدمه وغير العمل. من بعد ما كانوا عنده اراضي ولو عنده اراضي اخرين ومساحات كبر، وفي بلاصه البهايم اللي جاو في حقه في الورد ولاو عنده بزاف ديال الكوريات ديال البقر. السيد استثمر مزيان في ديك الفلاحه ديالو والحمد لله عطاتو وخلاتو يدخل منها اموال اللي تقدر تعيشو وتعيش ولاد ولادو. ولكن دريس ما كان لا مزوج لا كيدير حتى شي حاجه، كان السيد مقابل غير الطاسه والقرطاسه. النص كيدخلوا للبنكه والنص كيخسروا على القصير وعلى العيالات وعلى صحاب. وكتمر الايام وكتمر السنين حتى لواحد النهار هاد الخوت هادو كانوا كيفلحوا في الارض ديالهم. حتى لواحد النهار هاد الخوت هادو كانوا كيفلحوا في واحد الارض، جابوا السيد اللي عنده التراكتور كيحاول انه يزرع ليهم شنو باغيين يزرعوا حتى غيوصل لواحد البلاصه. هنا هاد السيد هذا غيقول لهم اودي راه هاد الحفره هادي راه ما يمكنش لي انا ندوز منها، راه غادي يوحلوا لي فيها الرويض وغنولوا في شي مشكله، عافاكم اجيو عمروها بالتراب ولا شوفوا شنو ديروا، عاد انا يمكن لي نكمل الخدمه ديالي. هنا الاخوان اول حاجه غيديروا غيجيو يشوفوا ديك الحفره هادي شنو جابها في هاد الارض، عمرها ما كانت هنا، ياك ما كان عندنا شي كنز وجا شي واحد داه، ياك ماشي واحد جاب شي سحر ودفنو تما كيناك. هنا الخوت بقاو كيديو ويجيبوا في الهضره. اول حاجه غادي يديروا غادي يحفروا ديك الحفره. اول ما حفروها كيلقاو واحد الملابس، هاد الملابس هادو ما خافينش عليهم. هنايا غادي تزيد تطلع معاهم واحد الريحه اللي لا تطاق. هنا الخوت خافوا، حبسوا اتصلوا برجال الدرك الملكي. بعد ما وصلوا رجال الدرك الملكي ودوروا السكوت الصفر، ووصلوا كذلك رجال التشخيص القضائي. وهنا بعد ما وصلوا رجال الدرك الملكي ومعاهم فرقه التشخيص القضائي غادي ندوروا السكوت الصفر، غادي يحاولوا يحيدوا داك الناس من تما باش يديروا خدمتهم. نخليكم هنايا ونرجعوا للاحداث واحد 6 شهور قبل. هنايا واحد النهار
اولا نهار السوق الاسبوعي ديال ديك المنطقه. فاقوا الخوت باش يتوجهوا للسوق. هنا اول حاجه كيديروها كيمشيو يطلعوا على الاخ ديالهم، كيشوفوا واش غيمشي معاهم ولا غير غيسخرهم يتقداو ليه بحكم ديك العلاقه الزوينه اللي بقات بيناتهم. هنا اول حاجه كيمشيو دقوا عليه دق دق دق، حتى واحد ما كيجاوب. قالوا يمكن السيد لا سبقنا للسوق ومشى يتقدى. مشاو للسوق على اساس انهم غيتلاقاو معاه، ولكن ما تلاقاوش معاه. رجعوا في العشيه السيد ما كاينش. اش واقع؟ هنايا كان عندهم الساروت، حلوا الباب دخلوا، السيد مخلي وراقي، مخلي لاكارت ديالو، اي حاجه كتخصو كاينه في الدار. اذا ما يمكنش ليه يمشي هكا. تسناو النهار الاول، تسناو النهار الثاني في العشيه غيمشيو عند رجال الدرك الملكي اللي غادي يخبروهم بهذا الشيء. هنا رجال الدرك الملكي غادي يتفاعلوا مع الموضوع بحكم راه دازت 48 ساعه على الاختفاء. غادي يخرجوا معاهم وغيديروا واحد البحث تما كاينات حتى شي حاجه ما كتدعو للشك. ولكن هاد السيد هذا عنده واحد الظروف اللي ما تقدرش تخليه يخرج بلا ما يعلم حتى شي واحد. عنده الاراضي ديالو، الوقت ديال الحصاد، البهايم ديالو. هاد السيد هذا فين الغبر؟ هنايا هاد التساؤلات هادو ما لقاو لهم رجال الدرك الملكي حتى شي جواب. هنا رجال الدرك الملكي غيرجعوا للخدمه ديالهم وغيطلبوا من العائله الا بان شي جديد يجيو عندهم، وحتى هما بالدور ديالهم الا بان شي جديد في القضيه راه غيتصلوا بهم. كتمر الايام، كيمر الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث حتى الشهر السادس والاخ غابر. وهنا من بعد ما وصل الموسم ديال الحرث، هنا الخوت ديالو غيقرروا انهم يفلحوا الارض ديالو. على وعسى يجي ويلقى الارض ديالو مفلحه، حتى الا ما جاش هما غيستافدوا من الارض ديالو حتى كيلقاو ديك الحفره. نرجعوا عند رجال الدرك الملكي. من بعد ما حفروا ديك الحفره كيلقاو واحد الهيكل العظمي، واحد الرائحه التي لا تطاق. غيهزوا الجثه، غتمشي لمستودع الاموات باش يدار ليها التشريح ويعرفوا شكون هي اولا ديك الجثه، وثانيا شنو هو السبب ديال الوفاه. هنا غادي يبدا البحث المعمق ديال رجال الدرك الملكي. هما راهم قدام جريمه قتل، حيت هما اصلا كانوا مشتبهين باللي الضحيه هو الاخ ديالو، حيت لقاو الجلابه ديالو والصباط ديالو السيد مازال لابسه. الاخوان تعرفوا بلي دوك هما الحوايج ديال الاخ ديالو، فقرروا انهم يبداو بمخرج التقرير ديال الطبيب الشرعي. هنا بداو كيسولوا على اخر نهار اختفى فيه شنو كان دار الضحيه اولا شنو كان دريس كيدير. هنا الاخوان ديالو غيقولوا لي اودي راه كنا مجموعين، شربنا قهوه في العشيه في الارض، كلينا اللي قسم الله، كل واحد مشى دخل لدارو عند وليداتو. خويا دريس مشى للدار ديالو، ولكن راه ما كانش بوحدو، راه كانوا جايين عنده صحابو، كانوا دايرين شي جلسه خمريه ومقصرين مع بعضياتهم. شكون هما خوتو؟ شكون هما صحابو؟ حميده ولد فلان، كبر ولد فلان، الجلالي، سي محمد. المهم مشاو هاد الاصدقاء ديالو جابوهم كاملين. يقول لي اودي راه حنا كنا سهرانين بالفعل معاه، ولكن تعشينا شربنا وصلت لوحدة الليل كل واحد مشى لدارو بحكم اننا مزوجين وعندنا وليداتنا. رجال الدرك الملكي ما غيحبسوش هنا، خاصهم يتاكدوا باللي بصح واش مشاو لديورهم ولا لا. مشاو تاكدوا من عند الزوجات ديالهم اللي غادي ياكدوا باللي بالفعل هذاك النهار كانوا سكرانين، ولكن راه كلهم دخلوا في حالاتهم بكري. الوحده وبكري، يعني الناس راه موالفين كيسهروا حتى للصباح، هذاك النهار دخلوا بكري. ما علينا. هنا رجال الدرك الملكي غادي يطلقوا دوك الناس يمشيو وغيطلبوا منهم ما يمشيو لتا بلاصه حيت يقدروا يحتاجوهم. وهنا غيخرج التقرير ديال الطب الشرعي اللي غادي ياكد لهم باللي داك السيد هو دريس، وسبب الوفاه هي ضربه على الراس، وكذلك ان النهار اللي اختفى فيه هو النهار اللي مات فيه. هذا معطيات يقدروا ينفعوا رجال الدرك الملكي، ولكن مازال ما لقاوش منين غيبداو، مازال كيدوروا في واحد الحلقه اللي مفرغه. حتى واحد الضابط غطى عليه واحد الفكره، وهنا غيسول الاخوان ديالو واش خوكم عنده شي فلوس في البنك. يقول لي الله ودي خويا راه عنده الفلوس في البنك. هنا هذا الدراكي هذا غيمشي للبنك المركزي باش يشوف هذا السيد هذا اللي مات الانشطه ديالو في البنكه واش مازال كاينه ولا حبست من نهار الاختفاء.
هنا غدوز واحد المدة غيخرجوا ليه السجل ديال المعاملات ديالو. هنا الدرك الملكي غيشوف بلي اخر مرة تسحبوا فيها الفلوس واحد اليومين دابا. السيد هادي 6 شهور باش ميت، اللي قاتلو هو اللي كيستعمل البطاقة البنكية ديالو. هنايا غيرجع للبنك المركزي وغيطلب منهم التسجيلات ديال الكاميرا باش يشوف هاد السيد هذا اللي كيخرج الفلوس شكون هو. هنا بالفعل غيرجعوا ليه التسجيلات، غيشوفوا داك الشخص شكون هويا، غيتصلوا بواحد من الخوت اللي غادي يجي كي غادي يوريوه الصوره ديال داك الشخص. هنا السيد غادي يضربوا اللقوه، غادي يسكت. هذاك الدراكي غادي يقول ليه اش كاين، واش كتعرفوا مالك سكتي؟ قال ليه لا ما يمكنش. قال لي كيفاش؟ شنو؟ عاود لينا شنو واقع، شنو كاين؟ قال لي هذا راه الابن ديال الاخ ديالي. قال لي هذا راه فيصل ولد خويا. شنو كدير البطاقه البنكيه ديال خويا عنده؟ وكيفاش كيتيري ليه من فلوسه؟ هنا رجال الدرك الملكي غادي يرجعوا للبنك المركزي وغيطالبوا بكشف الحساب ديال الضحيه. طبيعه الحال غادي ياخذوه. هنا غادي يشوفوا العمليات اللي تم السحب ديالهم. هنا غادي نلقاو المبلغ المتبقي هو 30 مليون، وعلى هاد المده ديال 6 شهور تقريبا تم السحب ديال 86 مليون، يعني ان الضحيه كانت عنده تقريبا 116 مليون، مبلغ اللي كبير. هنا رجال الدرك الملكي خصهم يعرفوا واش بصح فيصل بوحدو عنده علاقه بهاد الجريمه او لا مازال كاينه شي خله وشي عقده من وراء هاد الجريمه، حيت تقريبا فلوس كثيره اللي خرجات. واش فيصل بوحدو اللي تمتع بهاد الفلوس او لا كاين معاه شي طرف اخر؟ هنا رجال الدرك الملكي غادي يباغتوا المنزل ديال فيصل وغادي يلقاو عليه القبض، وكذلك غادي يتم التفتيش ديال المنزل ديالو. هنا من بعد ما فتشوه غادي يلقاو واحد الصاك في الماريو ديالو، وهذا الماريو كان مسدود بالساروت. كي غادي يجبدوا داك الصاك غادي يحلوه، غادي يلقاو فيه مبلغ تقريبا ديال 70 مليون. هنا رجال الدرك الملكي غادي يسولوه هاد الفلوس هادو منين جاوك؟ قال لهم فلوسي هادوك. قال لي اي عرفناهم فلوسك، غير هما منين جاوك؟ قال لهم خدام فيهم وخدام في الفلاحه ديالكم ما غاديش تدخل لكم هاد الفلوس. قالوا لي واخا ماشي مشكل، غنمشيو للمكتب وديك الساعه غادي نعرفوا هاد الفلوس منين جاو. هنا رجال الدرك الملكي غيدوا الفلوس للبنك، غادي يعطيوهم ليهم، غادي يدار عليهم الخبره، غيتاكدوا باللي دوك الفلوس بالسيري ديال الارقام ديالهم، غادي يتاكدوا باللي دوك الفلوس ديال العم، حيت تقريبا نفس السيري كاين في الفلوس. هذيك الكماله ديال الفلوس اللي خرجت كمالتها راه مازال عندهم في البنكه. كنتمنى تكونوا فهمتوني. هنا رجال الدرك الملكي غيواجهوه بهذا الامر، يقولوا لي شنو كيديروا عندك الفلوس ديال عمك؟ قال لهم لا ماشي فلوس عمي. قال لي واخا ماشي مشكل، غيحطوا قدامه التسجيلات. اي شكون هذا اللي كيتيري الفلوس؟ انا. قال لي لا انا اللي كنتيري الفلوس، ولكن هاد الفلوس تيريتهم فاش كان عمي حي سخرني نجيب ليه الفلوس. واش انت كتفلى علينا ولا كتفلى على راسك؟ هاد الفلوس يلا خرجوا حتى مات العم ديالك. وتقريبا هاد الفيديو يلا واحد اليومين دابا باش خرجتي الفلوس. شنو عمك ناض من القبر وقال لك تيري لي الفلوس ورجع؟ قال لي غير عاود لينا الصراحه وقول لنا اش كاين، بلا ما تبقى تدور علينا في الهضره، غير قول لنا اش كاين. قال لي واخا انا غادي نعاود لكم شنو اللي وقع. وقبل ما نسمعوا الاقوال ديالو نمشيو نتعرفوا على فيصل، نمشيو نتعرفوا على المجرم. فيصل هو الابن الاخ ديال الضحيه، هو ولد خوه الصغير. فيصل يلا مزوج تقريبا هادي واحد العام ونص، عنده وليد اللي باقي تربيه، كان خدام مع الاب ديالو. هنا فيصل غادي يبدا الاعترافات ديالو اللي غادي نسمعوا دابا. فيصل 27 عام، متزوج دابا واحد العام ونص، عنده وليد اللي تربيه، ساكن هو ومرته بعادين على دارهم، خدام مع الاب ديالو في الفلاحه، ولكن المدخول ديالها كان قليل. يلا غادي معاهم دقه دقه، يلا عايشين عيشه عاديه، ما يقدوش يزيدوا شي حاجه اخرى. فيصل غادي يقول لهم بلي نهار ديال الجريمه عمي كان سهران مع صحابه، كانوا كيشربوا وكيتعشاو. قال لهم انا كنت دايز من تما حتى كنسمعو كيهضر. قال لهم اودي هذه اخر قصاره باقينا غنتجمعوا فيها. قال لهم انا كي سمعت هذه الكلمه وقفت بغيت نعرف شنو واقع، حتى كنسمعو كيقول لهم راه لقيت واحد بنت الناس وغادي نتزوج بها
غادي نكملوا حياتنا. قال لهم هنا نضربني الضوء، انا كنت كنتسنى في السيد يموت بحكم الشراب والمخدرات والراجل الكبر، كنتسناه يموت باش نورثو فيه، حنا عارفين ولا باس عليه. حتى السيد قال لك باغي يتزوج، انا طاح في بالي الا تزوج مرتو غتولد يعني يعني الورث مشى لينا. فقررت انني ديك الساعه غنبقى حاضي حتى يخرجوا صحابو. بالفعل خليت تخرجوا صحابو، ومن حسن حظي انهم خرجوا بكري، ما بقيتش كنتسنى بزاف. قالوا لي واخا يعني هي الزوجه ديالك عارفه، حيت نهار الحادثه ما قالتش لنا بانك خرجتي. قال لهم لا، هذيك الساعه الزوجه ديالي كانت نعسات، انا خارج نطلع على الارض في الليل، لا يدوز شي واحد ويشعل فيها العافيه ولا يدير فيها شي حاجه عاد ندخل نعس حتى كنسمع هاد الهضره. بالفعل بقيت سامر عليه تما حتى مشاو الاصدقاء ديالو. دخلت عنده، السلام عمي السلام عمي. السيد مفوش في الشراب ما عقلش على راسو. قال لهم اول حاجه درتها هزيت واحد الفاز كان تما كيناك محطوط، ضربته على راسو، هزيتو ديتو الارض ديالو، حفرت دفنت معاه حوايجو، هزيت لاكارت بونكيغ ديالو ومشيت في حالاتي. الصباح ناضو كيقلبوا عليه، السيد ما كاينش. انا استغليت داك الوضع، الناس مشغولين كل وشنو كيقضي، وليت كنمشي نتيري بالفلوس. هنا قالوا ليه تيريتي المبلغ ديال 86 مليون، يعني فين 16 مليون. قال لي مشيت واحد الطوموبيله، صلحت الدار ديالي، والمبلغ الاخر خبيته لدوير الزمان. قال لي هو مرتك عمرها ما شافت دوك الفلوس؟ قال لهم لا، هذاك الجهه في المريو ممنوع عليها انها تقرب ليها، انا كنت مخبي فيها الفلوس وعارفهم تما في امان، حيت كلمتي هي اللي مسموعه في الدار، ما يمكنش مرتي تخالفها. هنا فيصل كيصنع على الاقوال ديالو، كيحيلوه لمحكمه الاستئناف اللي كتحكم عليه تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وتعطيه التهمه ديال المؤبد، يعني مشى حياته كامله في الحبس، لا هو بفلوس لا هو بحريه. طمع في الفلوس ديال عمو، سلق حتى هوايا مدفون في الحباسات وما واخد منها حتى شي ريال، وكذلك غادي يتحرم من حقه ديال الميراث حيت هو اللي قتل الضحيه. وهنا كتسالي القضيه ديالنا اليوم، وغادي نقول لكم بسلامه عليكم في فيديو قادم ان شاء الله.